24. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم وصلنا على الزبداني، وبعد الطريق أخيرا وصلنا على المزرعة اللي كنا مستأجرينها. نزلنا من السيارة وأول شي لفت نظرنا كان أكيد شجر المشمش الموجود بالمكان، وطبعا ما قدرنا نقاومه. نفركوا تمام. تفضل حسين. لا انت لا طالع اكل انت تخاف علي، بطلع باكل لحالي. بطلع باكل لحالي. لا يجوا يشطفوا. واو. والله عسل. عسل والله عسل. اهدوا اغسليهم بس. وهون كان إجا السيلفي ومعه المفتاح، وفتحنا باب المزرعة ودخلنا نشوفها لأول مرة من جوا. السلام عليكم. دلل الصوت. كلهم توت، جيب لهم توت. هي جوز. أول ما دخلنا هاي كانت المزرعة. بصراحة المكان كان كبير وحلو، وهلأ خلوني فرجيكم كيف كانت من جوا. وهلا خلوني فرجيكم المزرعة من جوا. المزرعة كانت مكونة من 4 غرف نوم، وكانت في غرفة منهم إلها حمام وتواليت خاصين فيها، بالإضافة لحمام وتواليت تانيين بالمزرعة، وكان فيها كمان صالون ومطبخ، وبرا كان في مسبح ومساحة حلوة وواسعة، وحواليها كان في شجر مشمش وجوز. كمان كان متوفر الإنترنت والكهرباء والمي 24 ساعة. ومن الشغلات كمان الحلوة إنه كان صاحب المزرعة يجي كل يومين تقريبا ينظف المزرعة ويكنسها ويشطفها، وكمان ينظف المسبح ويعمل له فلترة. بصراحة هالشي كان مريح كتير خلال فترة إقامتنا. هلا شو جاي كهرباء ولا شو ها؟ 24 بس ما شغال عندي الغرفة ما شغال. عندهم بدون مكيف بدون مروحة. البراد شغال صح؟ براد شغال. الميكروويف؟ المكيف شغال. والله شغلته يعني؟ وبالنسبة لسعر المزرعة كان أجارة 900 ألف ليرة سوري لليلة الواحدة. وحبيت أذكركم السعر حتى يكون عندكم فكرة عن التكلفة إذا حبيتوا تستأجروا مكان مشابه. هونيك في عندك حمام وتواليت يمكن بقلبه. شبابي يكون يشوف عندك مروحة. وعين كلك بتنام برا. وبنفس اليوم كانت بنت سيلفي طالع لسنونات صغار جداد، فكانوا عاملين لها حفلة صغيرة، وطبعا رحنا وشاركناهم فرحتهم. وبعدها رجعنا وقضينا وقتنا بالمزرعة واستمتعنا بالمكان. وتاني يوم طلعنا نغير جو ورحنا على مغارة موسى ببلودان. أول ما دخلنا كان المكان كتير مميز، والمغارة من جوا فيها ممرات وصخور، وكان فيها مي كتير، والمنظر بصراحة كان حلو وغريب بنفس الوقت. رسوم الدخول كانت 15,000 ليرة سوري على الشخص، وبصراحة كانت تجربة حلوة، وخليناكم تشوفوا معنا المغارة مثل ما شفناها على الطبيعة. لكن نحن هلا هون جوات المغارة.
هنيك في مصلى حافظة مبين بالكاميرا. كأنه مفتوح السهم. كأنه ما في غيرنا هون. أحلى. نطلع نتصور معه. بدك تتصور معه؟ في مي. في لفوق شغلات اسا. مغارة موسى موجودة بمنطقة بلودان بريف الشام، وهي من الأماكن المعروفة بالمنطقة. المغارة عبارة عن ممرات وتجاويف صخرية وفيها مي بتتجمع داخلها، وخصوصا ببعض الأوقات من السنة. المكان من جوا له طبيعة مميزة، وكل ما تمشينا أكتر بالمغارة كنا نشوف تفاصيل وتشكيلات صخرية مختلفة. بصراحة كانت تجربة حلوة ومكان مختلف عن باقي الأماكن اللي زرناها. شو هذا؟ نقط؟ شو هاد؟ هذا الضوء. هذا واحد تاني بحر. مطعم. وبعدها ركبنا القارب وطلعنا بجولة صغيرة جوا المي، وكانت المي كتير باردة، وكانت الجولة حلوة كتير، خصوصا إن شفنا المغارة من زاوية مختلفة. وسعر الجولة كان 10,000 ليرة سوري على الشخص، وإذا كنتوا مجموعة كبيرة ممكن تاخدوا تخفيض على السعر. وبعد ما خلصنا من المغارة مرقنا شوي على عين بقين، بعدين رحنا تمشينا شوي بسوق مضايا. وما صورت بصراحة كتير بهالأماكن لأنه الوقت كان قصير، وكنا عم نستمتع بالطلعة أكتر من التصوير. وبعدها رجعنا على المزرعة وقضينا باقي الأيام هنيك. وبلشنا طريق الرجعة. طلعنا من المزرعة وتوجهنا لنركب باص الرجعة باتجاه اللاذقية، وبالرجعة حجزنا مع شركة الحسن، وهالمرة جربنا درجة VIP، وكانت التذكرة 135,000 ليرة سوري على الشخص. بس بصراحة بالنسبة إلي التجربة ما كانت كتير موفقة، ويمكن السبب إنه نحن أخذنا آخر 4 مقاعد بالباص، والقعدة بآخر الباص ما كانت مريحة إلي أبدا. ومن تجربتي الشخصية حسيت إنه الدرجة العادية كانت أفضل وأريح بكتير. وبعدها وقفنا شوي بالاستراحة ونزلنا نرتاح، وبعدين كملنا طريقنا. بعد
ما كملنا طريق الرجعة بلش البحر يبين قدامنا من بعيد، وهون عرفنا إنه خلص قربنا نوصل على اللاذقية، وكل ما قربنا أكتر رجعنا نشوف أجواء الساحل والبحر اللي اشتقنا له. وبعد شوي وصلنا على اللاذقية، وهيك خلصت رحلتنا ورجعتنا من الزبداني. بس أكيد رحلتنا بسوريا لسه ما خلصت، لأنه ضايل معنا كم يوم باللاذقية قبل ما نرجع على ألمانيا، وراح نكمل معكم شو عملنا بهالأيام ووين رحنا وشو صورنا قبل ما نجهز حالنا للرجعة لألمانيا. فخليكم معنا بالفيديو الجاي، بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.